السوشيال ميديا مقلوبة توقعات إيه اللي بيحصل في مسلسل ميد تيرم. الأحداث وصلت لإيه؟ خلاص جننا إحنا شخصيا، قعدنا طول ال20 حلقة اللي فاتوا إحنا مش طايقين نعومي وبنكرهها وشايفين إن تيا هي المظلومة والبريئة، ويجوا في الحلقة ال21 يخلونا نزعل جدا علشان نعومي ونتعاطف معاها. مامة نعومي كانت ضدها وقاعدة تقول لها أبوخ كلام ممكن أي حد مش تقوله لبنتها في عز ما هي شايفة إن الدنيا كلها ضدها واصحابها كلهم قاعدين بيلوموها ويقولوا ان هي السبب في كل الحاجات اللي بتحصل. دي كانت مش مشاعر أسوأ ما بعدها أسوأ، قعدت تلومها طول الوقت. انا للحظة حسيت ان هي مش مامتها، بس فعلا في الحلقة ال22 بنتأكد ان تيا هي اللي ورا كل البلاوي اللي بتحصل. لما كانت تيا بتغني اغنية ظلموه وهي بتبص ورا الدولاب بتاعها وبنلاقي البورد وهي قاعدة بتحط صور صحابها وبتكتب فيه. المشهد ده كان خطير. اسم الحلقة ال22 لو انتوا أخدتوا بالكم نيجاتيف دي هي مقلوب الصورة، بيطلع مقلوب الأبيض أسود والأسود أبيض. بس بصراحة جالا هشام عملت عكس الشخصية الشريرة اللي هي الشخصية الطيبة بشكل أحسن. أنا مبهورة قد إيه إن جالا هشام خلتنا كلنا إن إحنا نتعاطف معاها. برضو السويتش لما حصل وتيا هي اللي عملت دور الشريرة أقنعتني شوية. هم غيروا حاجات في تسريحة شعر نعومي وفي تسريحة شعر تيا علشان يدوك الإحساس إن هم الشخصيات اختلفت، طيبة بعد الشريرة وشريرة طيبة وطيبة وشريرة. الصورة الرائعة اللي هنا رسمتها في أول المسلسل لتيا لما رسمتها ان هي لسانها طويل، مش ان هي قليلة الادب، ان هي لسانها طويل وان هي عامله زي التعبان، دي كانت حلوة جدا. بس برضو ده يخليني أفكر، هل هنا فعلا مصدقة إن تيا شخصية وحشة ولا هي رسمتها من إحساس تاني؟ وهم نفسهم قالوا في المسلسل إن هنا بتعرف تقرأ الشخصيات كويس. كل الناس اللي على السوشيال ميديا بقوا محللين نفسيين أو مخبرين. بلاقي ناس عاملين سكرين شوت لحتت من المسلسل صعبة جدا وبيقولوا عليها تعليقات مش عارفة إزاي أخدوا بالهم منها. التكهنات والنظريات والحاجات اللي أنا مش فاهماها حاجات كتير جدا. أنا في لحظة شكيت إن أدهم أخو تيا بسبب الصورة اللي بص فيها، وإحنا مش عارفين مين محمد بكر ومش عارفين اسم بابا أدهم إيه، مين مامة أدهم، دكتور فرويد مات إزاي مش عارفين، وهو أساساً مات ولا لأ مش متأكدين. الفيديو ده إزاي طلع، مين طلعه برضو مش عارفين. الساعة اللي صاحبة نعومي سرقتها من بيت نعومي بتاعت مامتها مش عارفين إيه اللي حصل فيها. هل يونس مع تيا؟ اللي إحنا عارفينه إن أكيد مش عبد الله، عشان عبد الله في كل حلقة في عز ما الأحداث شايطة يقول لنعومي طب إحنا إيه؟ طب إحنا اللي بينا إيه؟ هل تيا لوحدها في البلاوي دي ولا في أكتر من حد بيساعد تيا؟ ولا هل تيا بتلعب مع كل واحد لعبة مختلفة؟